يا مساء الفل. حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. وصفتنا النهارده وصفه اقتصاديه حلوه جدا. الجبنه غاليه ما تشتريهاش، تعالوا كده نعملها مع بعض. هنعمل مع بعض الجبنه الشيدر الاقتصاديه. بصوا المنظر، شايفين معايا؟ عملناها شرايح كده زي ما انتم شايفين. تعالوا كده نجرب. بصوا المنظر، شايفين المطه؟ بسم الله ما شاء الله عليها، المطه بتاعتها ممتازه، بتمط وكأنك شارياها من بره بالظبط. اي نعم، احنا هنستخدم فيها جبنة شيدر او هنحط فيها برضو جزء من الجبنة لازم نشتريه، لان طبعا هنا احنا اي حاجة بنعملها، اي جبنة بنعملها طبعا لازم ليها خميرة بالظبط، وكأنك بتعملي الزبادي، عشان ما بتيجي تعملي الزبادي بتبقى ليه خميرة. طيب تعالوا كده سموا بسم الله وصلوا على رسولنا الكريم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تعالوا نشوف هنعمل ايه. مبدئيا كده، اول حاجه خالص المفروض ان انا استخدم معلقتين من الزبده. انا ما كانش متوفر عندي زبده فاستخدمت معلقتين من السمنه البلدي. تمام، انتي استخدمي زبده احسن لان هي اصل الوصفه بالزبده. حطيت معلقتين كده اهوت من الزبده، نزلت عليهم بثلاث معالق من دقيق الذره الاصفر. دقيق ذره اصفر. تمام. حد هيقول لي طب ما فيش دقيق ذره اصفر، ممكن استخدم اي دقيق تاني؟ لا، الحقيقه ما ينفعش. هي الوصفه كده بتتعمل بدقيق الذره الاصفر عشان تطلع معاكي تمام وتطلع معاكي مظبوطه. حلو كده. هبتدي كده ايه اشوحهم لغايه ما الدقيق دهوت يتحمص معايا ويطلع ريحته. بعد كده هبتدي اجيب كوبايه ميه وانزل بيها شويه بشويه. تمام كده، شوية بشوية، واقلب عشان خاطر برضو ما يتكتلش ويكلكع معايا شوية بشوية. وعندك مضرب برضو سلك او مضرب يدوي، استخدمي. شوية بشوية كده لغاية ما هبتدي اخلص كمية السوائل بتاعتي، وانا تقريبا هنا هستخدم من كوبايتين ونص لثلاث كوبايات مية. تمام. وهفضل اقلب كده اهو، تقلبي بسرعة، ايديكي فيها طبعا ما تسيبيهاش، ايديك فيها على طول مع التقليب المستمر. ولو معاكي مضرب سلك زي ما بقولك هيكون افضل. تمام كده. هنا زي ما انتم شايفين، عشان انا استخدمت سمنه، فالسمنه زي ما انتم شايفين كده ايه عايمه فوق الوش. طيب في الوقت ده المفروض ان انا احط ذره ملح. انا مش هحط ذره ملح، مش هضيفها، هقول لكم ليه. جبت معايا كده هنا دي جبنه يا جماعه، جبنه جايباها من المحلات بتاعت السوريين، جبنه اسمها مشلله او الجبنه اللي هي شلل. يعني مش عارفه بقى بيقولوا عليه ايه بصراحه. انا جبت منها 8 كيلو بس، مش اكتر من كده. جبنه فيها مطة عالية جدا، بسم الله ما شاء الله عليها. عايزة اقول لكم يمكن يعني احلى بكتير من الموتزاريلا. وجبت كمان معايا تمن جبنة شيدر، يبقى تمن من الجبنة المشللة اللي هي السوري دي او الشلل، وكمان تمن من الجبنة الشيدر الصفرة. تقدري تستخدمي الجبنة الشيدر من الحمراء اللي يعجبك، مش هتفرق معانا كتير يعني. تعالوا كده بقى نقلب التقليب المستمر عشان يعني ما تتحرقش وما تلسعش منك كمان. تمام. بصوا المنظر، بصوا الجبنة بمجرد ما شمت النار بس ايه اللي حصل. شايفين المطة؟ شايفين؟ بسم الله ما شاء الله عليها، اللهم بارك. إيه، بجد النتيجة أبهرتني. النتيجة حلوة جدا، جميلة قوي. جربوها هتعجبكم جدا بجد. موفرة موفرة موفرة، حلوة جدا، هتعمل معاكي كمية كبيرة قوي. اي نعم، احنا هنا استخدمنا جبنة. طبعا مش هينفع ابدا ان احنا نعمل جبنه الا لما يكون لازم نضيف ليها جبنه. يعني لازم انت لما بتيجي تعملي حاجه من منتجات الالبان لازم ليها خميره، مثلا زي ما بنعمل الزبادي. فالزبادي الخميره بتاعته ايه؟ بتضطري ان انت تاخدي مثلا معلقه زبادي من كوبايه زبادي. بالظبط نفس الحكايه في الاجبان. هتجيبي جبنه عشان خاطر تاخدي منها وتعتبر خميره للكميه اللي انت هتعمليها. طيب في الوقت ده بعد ما خلصتها كده خالص وتقلت معايا بقت بالقوام اللي انا عايزاه، هبتدي هنا انزل بنقطتين من اللون الاصفر المانجي، اللي هي لون المانجا يعني، علشان طبعا تديكي لون الجبنه الشيدر. عايزه تضيفيه ضيفيه، مش عايزه تضيفيه عادي خالص، هتطلع معاكي لونها ابيض. تمام. او يعني اللي هو الاوف وايت. انا هنا ضفت مع ايه يعني نقطتين ثلاثه كده بس، ادوني اللون اللي هو الايه، نفس اللون بالظبط. طيب تعالوا نشوف هنعمل ايه. هنا بقى في الوقت ده جبت كيس حراري زي ما انتم شايفين كده، كيس من اللي احنا بنحط فيه الاكل وندخله الفرن. هبتدي كده انزل بقى بالخليط بتاع الجبنه بتاعتي دي كلها كده في الكيس، وهي سخنه، مش هسيبها تبرد ولا اي حاجه. وفي الوقت ده هبتدي افرد. انا هنا محتاجه ان انا افرد الجبنه بسمك رفيع جدا، ما تخليهاش تخينه لان احنا محتاجين نعملها شرايح رفيعه.
وكأننا مثلا مقطعينها بالمكنه. لما بتروحي تجيبيها من عند الراجل مش بيديها لك شرايح رفيعه جدا؟ هو ده اللي احنا بنعمله علشان تطلع في الاخر معانا شرايح رفيعه جدا. جبت كمان المردانه دي او اللي هي الفراده دي علشان خاطر تساعدني ويبقى كله سمك واحد، ما يبقاش عندي حته رفيعه وحته تخينه. مع العلم ان هي بايديكي هتتفرد وهتاخد برضو نفس السمك وهتبقى تمام قوي، يعني زي ما انتوا شايفين كده. لو لسه مكمله معايا الفيديو لغايه دلوقتي اتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبك، حطي لايك للفيديو من فضلك، ما تنسيناش من كومنت حلو زيكم، بجد الحاجات دي بتشجعني جدا. ولو لسه اول مره بتشوفي قناتي يلا قومي اعملي اشتراك في القناه، ادخلي خدي جوله كده في القناه وشوفي حاجات، هتلاقي وصفات كتير بجد هتستفيدي منها، ويبقوا اكتبوا لي رايكم في الكومنتات. طيب هنا كده كنت انا سويتها خالص زي ما انتوا شايفين، وده كده كان السمك بتاعها تقريبا عملناها بسمك 2 او 3 مللي مش اكتر من كده. بدأت بقى ان انا هنا ادخلها التلاجة الفريزر، بس انا دخلتها الفريزر عشان الحقيقة كنت مستعجلة عشان التصوير. في نفس الوقت كمان انت لما تيجي تحفظيها انت هتحفظيها برضو في الفريزر مش في التلاجة، عشان طبعا يبقى عمرها اطول يعني اكتر وقت ممكن. طلعتها كده من الفريزر يا حلوين زي ما انتوا شايفين، وبدأت اجيب المقص وهقصقصها شرايط زي ما انتوا شايفين كده معايا، طبعا يعني التصوير واضح اهو. هبتدي بقى اقصقصها. انا محتاجه ان انا هنا ايه اعمل يعني شرايح قد مقاس بعضها، يعني الى حد ما يكون الشرايح كلها متساويه على قد ما نقدر يعني، او اي شكل انت عايزاه. حابه تعمليها مثلا ارفع من كده اعرض من كده زي ما يعجبك، يعني المحبب ليكي اعمليه. المهم ان انا جيت عملتها زي ما انتوا شايفين كده اهوت مربعات متساويه يعني الى حد ما. بصوا شكلها حلو جدا ازاي، عايزه اقول لكم ان النتيجه بجد بجد ابهرتني. انا وانا بجربها ما كنتش مقتنعه خالص بصراحه بالوصفه، وكنت متخيله ان هي هتطلع مش حلو بامانه يعني. بصوا منظرها، بصي الجبنه طريه جدا ازاي، بصي الجبنه متماسكه ازاي، والله بسم الله ما شاء الله عليها. الوصفه والنتيجه بجد بجد ابهرتني. ده كان النتيجه بتاعتها قريبه جدا، مش هقول لكم هي قريبه جدا جدا من الجبنه اللي احنا بنشتريها من بره. معلش يعني انت بتشتري الجبنه من بره وما انتش عارفه هي فيها ايه ولا معموله ازاي، ادينا احنا كده بنعملها وعارفين مكوناتها وعارفين فيها ايه وعاملينها من ايه. تمام كده وفرت معاكي اقتصادي. بصوا الكميه اللي طلعت معايا دي، تخيلوا كل الكميه دي من حاجات بسيطه جدا احنا عملناها، هما كلهم ربع كيلو. يعني بصي الربع كيلو طلع معايا كميه قد ايه. بمنتهى الامانه الوصفه حلوه جدا اقتصاديه، زي ما انتم شايفين السمك بتاعها رفيع جدا. تقدري بقى هنا تخلي السمك ده رفيع، تقدري تخليه اتخن من كده، طبعا زي ما يعجبك انت وراحتك. طريه متماسكه. عايزين بقى هنا تعالوا نشوف كده نعمل ساندوتش كده. الحقيقه انا لقيت العيش التوست غالي فبلاش منه مش محتاجه يعني، جبت كده رغيف فينو فتحته بالمنظر ده، عملته شبه التوست وبدات كده اخد منه شريحه من الجبنه دخلتها في الفرن في التوستر في اي حاجه. وتعالوا نشوف النتيجه. بصوا المنظر، والله العظيم ثلاثة بجد خطيره. شايفين المطه اللي في الجبنه يا جماعه، وكأنك اصلا جايبه جبنه موتزاريلا ونستخدماها بالظبط زي النتيجة بتاعت بره، بل بالعكس وأحسن. التكاية اللي أنا قلت لكم عليها الجبنة السوري الشلل أو اللي هي المشللة دي حلوة جدا، بألف هنا وشفا.